السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة من الله عز وجل. انا لسه واصل مطروح حالا، وحابب ان احنا ناكل اكلة حلوة جميلة. فطبعا مفيش احسن من الفسفور. فيبقى نروح فين بقى؟ نروح عند خالد واخواته نعمل احلى اكلة سمك. تعالوا اوريكم الطريق، لان كان في ناس بتسألني فين خالد واخواته، او انت بتاكل سمك منين من مطروح. فانا تعالوا اوريكم الدنيا فيها ايه، واوصف لكم الطريق، واوريكم اكلة السمك. خالد واخواته بصراحة من افضل المحلات الاسماك في مطروح. تعالوا نشوف، خليكم معايا. طبعا يا جماعة ده الوصف اهو. احنا كده دلوقتي حاليا في شارع علم الروم، وده التقاطع بتاعنا اللي جاي ده هو شارع اسكندرية اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. هنخش الشارع المقابل لعالم الروم. ده الوصف كده يا جماعة اهو. خليكوا بقى كده ايه معانا كده، وهناخد يمين بعد ما نعدي الإشارة. هناخد يمين. هو الشارع بتاعه شارع جول جمال قبلي، متفرع هو من شارع اسكندرية اهو. هنخش يمين ده الجاي اهو، وادي كده ايه زي ما انتوا شايفين كده. الشارع على نصيته اسماك خير زمان. هو بقى خالد واخواته جوه هنا اهو. ادي خالد واخواته اهو. خليكم بقى نكمل الفيديو في المحل. طبعا يا جماعه وصلنا عند اهو خالد واخواته، وقابلنا بقى ابو حمزه. قلنا ايه نشوف الدنيا كده هنا في ايه. طبعا هنا المحل يا جماعه 3 اجزاء. هنا السمك اللي في النص كده السمك اللي تختاره، وهنا التسويه، وهنا السلطات والمكرونات والسندوتشات والكلام ده كده كله، يعني عشان نبقى ايه عارفين الدنيا في ايه. نيجي هنا بقى ده ركن الايه البلطي والبوري، وده مزارع. طبعا هو بينقي بصراحة سمك مزارع ممتاز جدا، يعني مش شرط يعني عشان مزارع يبقى مش قد كده، لا السمك بصراحة ممتاز جدا. ده البلطي والبوري زي ما انتم شايفين. هنكمل لكم دلوقتي بقى سمك البحر هنا، ونخش نتفرج على الدنيا هنا. طبعا بقى الصبيط، اللوت، بربوني، ما شاء الله تشكيلة جميلة من السمك. مرجان. ابو حمزة عامل ايه يا ابو حمزة؟ ايه اخبارك؟ منورنا يا باشا. الله يحفظك يا باشا. الناس بتسألني بتاكل سمك منين من مطروح، متابعين جداد، فحبينا بقى نوريهم الدنيا فيه ايه. الله يحفظك يا ابو حمزة. بصراحة ابو حمزة ممتاز. وكل حبايبك حبيبي يا ابو حمزة. الله الله يحفظك يا ابو منور حمزة. محلات خالد وخاطر. الله يا ابو حمزة. هنوريهم تشكيلة السمك. ما شاء الله على الجمال. شايفين يا جماعة الجمال؟ احلى سمك تاكله من هنا بصراحة. بص المرجان ما شاء الله، الصبيط، طاروس، دراك، دينيس، موزة. شغل عالي. لا بس انا خلاص انا جاي. لا لا بصراحة ما شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله. ده كله مبطرك زي ما انت شايف، لو تقرب بالكاميرا الله. ان شاء الله تبارك ايوه الله. طبعا. العسوله الصاحيه دي. ايوه. الجمال كله. نستغل صاحي ما شاء الله. ما شاء الله. نخش نوريهم الكاليماري، الجمبري. تشكيلة بصراحة تشكيلة جميلة، وهتتفرجوا على الفيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا. حاجة كده ممتازة جدا، وخصوصا بقى التسوية واحلى شيفات هنا بصراحة عند ابو حمزة. نوريكم اكلة سمك ممتازة جدا. خليكم معانا وكملوا معانا الفيديو بس. الله حاجة ممتازة بصراحة. استاكوزا. ايه. ما شاء الله. ده يا جماعة الجمال كله بقى. الوقار حاجة كده ما شاء الله، بتاع خصوصا بتاع بحر مطروح ده ممتاز جدا يعني. ما شاء الله. تشكيلة جميلة جدا. والبربوني ده ممتاز جدا 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 يعني. بقى ايه الوقار المقلي، والبولتي زيت وليمون، والسنجاري ومقلي. احلى شوية جمبري،
سلطات بقى ما اقولكمش بقى يا جماعه، سلطات طماطم طحينه. البنجر دي حاجه حكايه تحفه. وطاجن بقى ايه، طاجن مشكل، والشرب، والسنجاري برضو، وشوربة برضو حاجة حكاية بصراحة. بصوا ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده ايه ممتازة. اللي مدقش من خالد فاتوا كتير، فاتوا كتير ما شاء الله تبارك الله. بصراحة يعني من أحلى أكلات السمك اللي ممكن تاكلها في مطروح عند خالد. زي كده ايه بوريكوا كده، جمبري، شغل عالي شغل عالي. تسلم ايدك يا ابو حمزة، حاجة بصراحة ممتازة. بصوا البنجر دي من الاخر. وسلطات الطماطم والطحينة بتاعته حكاية برضه، زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا يا جماعة ارقام ابو حمزة، ارقام ابو حمزة اهي من على الشنطة اهي، في خدمة توصيل، وزي ما انا وريتكم العنوان. ما اقولكمش اكله من الاخر. ابو حمزه بيعمل شغل عالي قوي قوي قوي. طبعا زي ما انتوا شفتوا الفيديو، وصف المكان والاكل اللي جبناه من عند ابو حمزه وكل حاجه. نشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.